أوقات كتير لما بنقرأ قضية قتل أو اختفاء أو قضايا لقتلة متسلسلين، سؤالنا الأول بيكون مين ممكن يعمل كده؟ وخاصة لو القاتل مش معروف. عشان كده احنا في تحقيق بنقدم لك القضايا اللي اتقفلت ضد مجهول بنظرة مختلفة، تفكير مختلف. بنفتح لك طريق انك تفكر وتحقق بنفسك وتشوف أقرب نظرية للقضية وأقرب حل ليها، عشان نوصل سوا للقاتل، نعرف دوافعه، وكمان علشان تشوف الجريمة من منظور تاني. لو بتحب أدب الجريمة والتفكير في كل تفاصيله، فأكيد برودكاست تحقيق هو المكان الأمثل ليك. في الزمان يوم 29 ديسمبر 2005، المكان قرية شمس الدين في المنيا بصعيد مصر. ارتكبت واحدة من أبشع الجرائم. القاتل مش بس اكتفى بالقتل، ده استأصل أعضاء بشرية لأفراد بينتموا ل3 عائلات مختلفة. ولحد الآن الحكومة ما وصلتش لمين هو اللي قام بمذبحة بني مزار، واتقفلت القضية ضد مجهول. عشان كده كان لازم نبدأ نحقق سوا، يمكن نوصل لشيء. تعالوا نبدأ معاكم من البداية خالص. في يوم من الأيام في نص الليل، صحي أهل البلد على خبر وفاة بيت كامل من القرية، بيتكون من رب أسرة وزوجته صباح، وأحمد الابن 8 سنين، وفاطمة بنت 7 سنين. واتعرف إن الجاني قتلهم أثناء ما هم كانوا نايمين. وتاني جريمة عملها، قتل محامي شاب كان عنده 28 سنة في بيته هو ووالدته. وتالت جريمة كان قتل المدرس أحمد أبو بكر 48 سنة، وزوجته بوسينة 35 سنة، وطفلتهم أسماء، وطفلهم الرضيع محمود. دي جرايمه ال3 اللي نفذهم بكل وحشية. لكن تعالوا أقول لكم شوية تفاصيل عن الجرايم هتخلينا نفكر بشكل مختلف. خلينا نسمي الجاني المجهول ده باسم تحقيق. دلوقتي تحقيق ده كان بيقتل كل المجني عليهم لأسباب غامضة محدش عارف تفسير ليها، بس كان في شيء مشترك ما بين ال3 جرايم، هو إنه كان بيمثل بجثتهم بطريقة مشابهة. فكان بيقتل الضحية بسكينة ويعمل جرح من منتصف الرقبة لحد أسفل الأذن، وكان بينتزع منهم الأعضاء التناسلية ذكورا وإناثا. وحسب الطب الشرعي كان بياخد 2.5 ساعة في قتل ال10 ضحايا. خليني أحكي لكم عن شيء هيغير وجهة نظركم ناحية الموضوع، هيخليك تبص إن هي مش جريمة عادية، ده شيء تاني خالص. عبدة الشياطين. أيوة زي ما سمعت، مش هندخل في تفاصيل كتير عنهم، ولكن في بعض الحاجات اللي هتفيدنا في موضوعنا. زي ما انتم عارفين، عبدة الشياطين لهم طقوس خاصة، ومنها ذبح الأطفال وتقديمهم كقرابين، ذبح الحيوانات وتقديمهم كقرابين، أكل القلوب، والأهم في ده كله قطع الرقبة وشرب دمها. قد يكون الكلام خيالي نوعا ما، لكن ده بيحصل. قطع الرقبة حتى الأذن وشرب دمها ده في الغالب كان بيعمله الجاني مع كل ضحاياه. ومش بس كده، لا، كمان بيتضمن ممارسات جنسية شاذة، وده معناها إن عبدة الشياطين بيمارسوا الجنس مع ضحاياهم وبعدين بيقطعوا أعضائهم التناسلية. وده زي ما كان بيعمل تحقيق بالظبط. أظن بعد اللي حكيناه غيرتوا وجهة نظركم إنها مش مجرد جرائم عادية أو سفاح مختل. بس خلينا نرجع لقضيتنا ومعلوماتها تاني. التحقيقات أثبتت إن البيوت ال3 اللي قامت فيها الجرائم موجودة في نفس الشارع في القرية، وإنهم مجاورين لبعض. فمن السهل التحقيق إنه يدخل البيوت من الأسطح، مش عن طريق إنه يكسر البيبان. ولأن طبيعة البيوت ريفية، فسهل عليه إنه يدخل من السطح، مش مضطر إن هو يدخل من الشباك أو يكسر الباب. وفي أقوال بعض الشهود، أبو بكر عبد الحميد أحد أشقاء الضحايا، واللي كان شغال في مخبز، وكان متعود برضو إنه كل يوم يروح لصلاة الفجر، بيعدي على أمه وإخواته عشان يصحيهم للصلاة. فقال نصا: خبطت على الباب كتير لكن محدش رد، فاستخدمت المفتاح اللي معايا
وبعد ما دخلت لاحظت ان نور الصالة مقفول على غير العادة، فدخلت اصحي والدتي لقيتها جثة غرقانة في دمها. وإذ بيا أخش على أخويا لقيته نفس المنظر، جثة غرقانة في دمها، فاستغثت بالجيران وبعدين فقدت الوعي وأغمى عليا. وفي نفس الوقت اللي بيتجمع فيه أهل القرية في البيت اللي حصلت فيه الجريمة، كان الطفل محمود طالب الإعدادية في طريقه لبيت جدته على الطرف التاني من القرية، ورايح من بيت جدته لبيت والده عشان ياخد كتبه وحاجته قبل ما يروح للمدرسة، وشاف المنظر ده ودب الرعب في قلبه. دور على أبوه وأمه في الجمع ده وما لقاهمش، راح بسرعة ناحية البيت عشان يتصدم، شاف أبوه وأمه وإخواته غرقانين في دمهم، فما تحملش المنظر وتوفاه الله. وبعد أيام قليلة انتشر في القرية إن الجن هو اللي ورا جرايم القتل دي، فمش معقول شخص يقتل 10 أشخاص في 2.5 ساعة. ولكن زي ما ذكرت لكم من شوية، معلومات عبدة الشيطان وأفعالهم، فده دليل إنه في الغالب حصل زي ما شرحت لكم. ولكن أجهزة الأمن كان ليها رأي تاني. قبضت جهات الأمن على شاب مريض نفسي بيبلغ من العمر 27 سنة، وقدموه للمحاكمة إنه مشتبه فيه، وانتشرت معلومات في التحقيقات تأكد كلامنا اللي حققنا فيه من شوية، وهي إن تحقيق كان بيذبح الحمام ويسيبه جنب الجثث، وده من أعمال عبدة الشياطين. ولكن الغريب بقى إنه كان بيذبح الحمام الذكر ويسيبه جنب الذكور، والإناث يسيبهم جنب حمام الإناث. ورغم كل الجهود والتحقيقات ما قدرتش جهات الأمن في النهاية إنها تثبت التهمة على المتهم اللي اتقبض عليه، وتم تبرئته بعد 3 سنوات من البحث في القضية، ولعدم وجود أي دليل واضح يدينه. ولحد يومنا ده مفيش أي أدلة أو معلومات عن الجاني، واتسجلت مذبحة بني مزار ضد مجهول. وبعد ما شرحنا لكم القضية من وجهة نظر الجهات الأمنية وأهل القرية، وكمان من وجهة نظرنا واللي هي بنسبة كبيرة جدا هي الأقرب للحل، فأنتم ترجحوا أنهي وجهة نظر في القضية. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لأن ده فعلا بيساعدنا إن احنا نكمل وإننا نطور المحتوى. شكرا ليكم جدا على متابعتكم للحلقة، واستنونا في القضية الجاية من بودكاست تحقيق.